انا اخر حاجه طلبت ابني بقول له حبيبي عامل ايه؟ قال لي يا ماما كويس. قلت له يا محمود ما ترجع بقى، اللي حصل ده في الاستاد يا ابني ايه ده في ايه؟ قال لي يا ماما ما تخافيش سيبها لله. قلت له يا حبيبي هات صحابك وارجع. قال لي يا ماما سيبها لله. قلت له طب يا حبيبي خلي بالك من نفسك يا ابني. طب ارجع يا محمود. قال لي يا ماما البوابات مقفوله مفيش حد بيخرج. قلت له طب يا حبيبي. قال لي انا هخلص الماتش وهاجي على طول يا ماما. اطلب لقيت التليفون بتاعه غير متاح، كل ما اطلب تليفونه غير متاح. التجأت نزلت للناس في الشارع قلت لهم اللي معاه ارقام زمايله حد يجيب لي ارقام زمايله نطمن على العيال. اطمنت على العيال واحد واحد، اللي اتعور واللي سليم، بس ابني مش وسطهم. طب ابني فين؟ ابنك في المستشفى. طب ماله؟ في غيبوبه. كل لما اتصل باصحابي يقولوا لي في غيبوبه. طيب متعلق له محاليل، محمود دماغه متعوره وبتتخيط، بس انا حاجه من جوايا ميت، حاسه بيه، حاسه اللي هو مش في الدنيا، اللي هو راح من الدنيا خلاص. جت واحده حبيبتي عندنا هنا معانا هنا في الشارع، لقيتها هتتهبل على ابنها، مشت راحت هناك، عرفت اللي هي مشت. طلبتها انت وصلت يا ام حنان؟ قالت لي لسه يا حبيبتي ما وصلتش المستشفى. فالمهم دخلت المستشفى، البنت بتتصل بها تاني لقيتها بتقول لي البقاء لله. ازاي؟ قلت لها انت لقيت ابني ازاي؟ قالت لي لقيت ابنك تحت بير سلم. ازاي اترمى تحت بير سلم هو اللي معاه؟ ليه كلاب مش بني ادمين؟ وازاي يشيلوا الهدوم اللي عليهم؟ ياخدوا هدومهم ليه؟ ياخد كل حاجته ليه؟ ياخدوا الحاجه اللي هو يثبت اللي هو من هنا ليه؟ بطاقته وحاجته وهدومه وغير كده يا ريت كان خدوا كل حاجه بس رجعوهولش. ليه عملوا فيهم ليه كده؟ عملوا في ابنه واللي زيه ليه كده؟ ما كانش يستاهل اي حاجه منه، هو ما كانش يستاهل من اي حد اي اذيه، ولا هو صايع ولا هو بيشرب اي حاجه، الشاي كان بيشربه بالعافيه وكل حاجه حلوه في حياتي. ليه بيعملوا فينا كده؟ عملوا فينا كده. يجيبوا لي عيل في كيسه سمره، يجيبوا لي ابني في كيسه سمره ليه؟ وغير كده يرموه تحت بير سلم ليه؟ ولد على البنتين. هو كان كل حياتي. ولسان حال الأبرياء يجدو من قتل ريحانة الدار، وأثقل القلوب بحجر الانكسار، وحكم علينا بفراق ونار، حسبنا فيه رب جبار. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، وفي اللي حرضوا من يعملوا كده، لان ده مجزره. يا ريت كانوا خدوا نور عينيا وسابوا لي ابني. كنت اتمنى من ربنا ياخدوا نور ياخدوا صحتي، ياخدوا عمري بحاله ونور عينيا، بس كان سابهولي. كان يجي قدام عينيا كده وعاجز وكانوا سابهولي. خدوا كل حياتي، انا ما عادش ليا حد في الدنيا دي خلاص، ولا عاد ليا حد هيديني الحاله زي ما كان بيديهولي ابني. ده لما كنت ابقى في مشكله مع ابويا يقول له حقك عليا يا ماما، ما تزعليش ما تزعليش يا ماما، كفايه بس ما كان يطبطب عليا ولا على اخواته، كان ده عندي حاجه كبيره قوي. انا بقول الله يرحمه، بقول الله يرحمه، اجعله في الجنه يا رب، اجعله في الجنه. مش طالبه اي حاجه لحق ابني، حق اللي موت ابني، اخد حق ابني من اللي موته، انا ما بقولش الا حزب الله ونعم الوكيل، حزب الله ونعم الوكيل. زي ما حرق قلبي كده يتحرق قلبه على اعز ما عنده، زي ما حرق قلبي كده وخد نور عينيا يتحرق قلبه على اعز ما عنده، زي ما هو حرق قلبه على اعز ما عندي بس. وما بقولش الا حزب الله ونعم الوكيل، عشان هو ما كانش يستاهل اي حاجه مني. انا بشكر محمد ابو دريكه، اذا كان هو نطقه الشهاده انا بشكره قوي 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 قوي، ويكفي شر المرض ويخلي لي ولاده يا رب. انا بقول لك حضرتك اهوت بقى، انا بقول لك انا على ما اسمع كده لو هو دي صدق انا بقول له روح ربنا يكبر بخاطرك، واللي انت عملته لابني هيقعدوا لاولادك، والشهاده اللي انت نطقتها لابني برضك هتقعد ليك في دنيته في اخرته. يجي لي اذكره، انا اللي اذكره بنفسي وابوس رجلي قد قدام هو نطق لابني الشهاده، قدام هو نطق لابني الشهاده ده انا ابوس رجلي قبل ايديه، وانا عايزاه قدام عينيا كده عشان اذكره بنفسي. ويمكن شكري كمان مش هيكفيه، شكري ليه مش هيكفيه.
يا رب يا رب يا رب. في الشارع